السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في دوت شاو استوديو. والنهاردة الحلقة التالتة من هارد دوبس، وعايزين نتكلم أكتر على الميرور. هنخش بلندر، عندنا الديفولت كيوب، هنقرب منه كده. الميرور هتستخدمه كتير جدا وانت بتعمل موديلنج عامة، والميرور ليه أكتر من كذا تكنيك، وهنحاول نتعرف عليهم دلوقتي. وفي حاجات كتير قوي هتسهل عليك الميرور. كان الأول بتقعد تخش جوه القوائم دي كلها عشان تجيبها، كان الموضوع يعني مرهق جدا. دلوقتي الموضوع بقى سهل، بس لو انت فهمته. الميرور محتاجة بس ممارسة عشان خاطر الخطوات تثبت في دماغك، ولكن في الأول لازم تكون انت أصلا عارف ايه هي الحاجات، وبتعمل ميرور ده ازاي، بتعمل فليب ازاي، سيمتراي ازاي. كل الحاجات دي هنعرفها دلوقتي. تمام. أول حاجة بجيب الميرور من هاردوبس ازاي، من غير ما احدد هاردوبس ومن غير ما اعمل أي حاجة. لو دوست على الالت اكس هلاقي الشكل ده ظهر لي. الشكل دوت هو المختص بالميرور، وهو مش بيعمل ميرور بس، هو بيعمل حاجات تانية وهنتعرف عليهم دلوقتي واحدة واحدة. لو انا جيت بصيت فوق كده هلاقي دي القايمة بتاعة التحكم. بس الميرور اصلا بيعمل ازاي؟ لازم عشان نعمل ميرور نعمل حاجة يعني نعرف فيها ان احنا هنعمل ميرور. نخش على الايديت مود، عايزين نعمل بس اي كاتنج هنا، بس انا مش هعمل كاتنج، انا هعلمك حاجة صغيرة. لو جيت خدت الدوت ديت ودوست كنترول شيفت بي، هلاقي نفسي بعمل لها بيفل، بعمل بيفت للنقطة، واقدر ازود او انقص الجيومتري عن طريق الويلز اللي في الماوس. يعني كده بنقص، كده بزود وازود وازود لحد الى ما لا نهايه. بس ما تزودش قوي، فاهم؟ عشان خاطر هتلاقيها ايه. وهو هنا بيعمل لك حاجه اسمها الجيومتري هندسيه، يعني مظبوطه. هو لما نيجي نتكلم على الجيومتري هتعرف ليه هو بيطلعها كده. تمام تمام. خلينا في الشكل الصغير دوت. كويس. ونطلع بوكس كاتر، ندي هنا مثلا كاتنج صغير عشان بس نبقى ايه، هيساعدنا نفهم الميرور اكتر. تمام. فانت كده معاك ايه، كاتنج، ومعاك شكل هنا. هحدده الت اكس. الت ايه، اكس، هيظهر لي الشكل دوت. لو انا الجنب اللي انا عايز اعمل له ميرور هدوس عنده كده، هلاقي الميرور اتعكس ايه، الناحيه التانية، بمنتهى البساطه جدا. تمام تمام. كنترول زد عشان ارجع، حدد الت اكس تاني، وهلاقي الشكل دوت ظهر لي. طب انا دلوقتي لما دوست هي اختفت. افرض انا مش عايزها تختفي، يعني عايز اعمل اكتر من ميرور في نفس الوقت، هدوس الت اكس وهدوس على شيفت. لو دوست كده وندوس على شيفت مش هتختفي. ولو دوست هنا هلاقيها اتعكست جوه. لو دوست فوق هلاقي نفسي عملت ميرور في الاربع جوانب وانا دايس على ايه، على شيفت. تمام تمام. نرجع تاني. بتكنسل اي حاجه بكليك شمال. نتعرف بقى على القائمه اللي موجوده في الميرور. هدوس الت اكس تاني، هيظهر لي القائمه ديت، وهنا مكتوب ايه، مكتوب نيو موديفاير، وفوقيها في موديفاير، والاتنين دولت واحد، يعني مفيش فرق بينهم خالص. وعندك هنا موديفاير ابلاي، وعندك هنا بيزك. تعالى كده نتعرف عليهم واحده واحده. ايه هي الموديفاير ابلاي؟ قبل ما نعرف ايه هي الموديفاير ابلاي لازم نعرف ايه هي النيو موديفاير العاديه. النيو موديفاير العاديه، لو انا جيت دوست الت اكس وعملت ميرور الناحيه التانيه، انا عايز اتحكم في الميرور ده او عايز اشوفه. قلت لك تعمل ايه لو عايز تشوف اي حاجه جوه هاردوبس او جوه اي موديفاير موجوده على الاوبجكت؟ كنترول تلدا، هيظهر لي القائمه دي. بص، هاردوبس هيلبر، اللي هو الهاردوبس اللي بتساعدك. هو هنا عمل لك ميرور في الاكس، وباين قدامك المحاور الثلاثه همت، اللي هم الاكس والواي والزد، ومعمول كليبنج. عارف انت كنت بتجيبها من هنا كليبنج ديت، والمانجر وكل حاجه انت عايز. يعني حتى البوليان اللي احنا عملناه موجوده، اقدر اتحكم في البوليان من هنا، اعمل له ابلاي او اخليه يونيون، اتحكم فيه براحتي. فخلي ايدك على كنترول تلد على طول عشان تشوف ايه، تساعدك يعني، وتوريك الاوبجكت بتاعك تفاصيله من جوه ماشيه ازاي. نكمل كلامنا. الت اكس، لو انا خليتها موديفاير ابلاي، بص اللي هيحصل ايه. لو انا عملت كده ميرور الناحيه التانيه، تمام، الميرور الناحيه التانيه دي هي اتعملت واتعمل لها ابلاي في نفس الوقت. لو جيت دخلت على الجيومتري هلاقيها موجوده بالجيومتري بتاعتها. يعني لو هنا كده جيت دخلت بقى دوست كنترول تلده، مفيش ميرور. طب ازاي انا لسه عامل ميرور دلوقتي؟ ما هو انت عملت ميرور وعملت له ابلاي في ساعتها. دي بتساعدك لو انت متاكد مليون في الميه ان الميرور دوت انت عايز تعمله ومتاكد منه. تمام. ندوس تاني الت اكس ونشوف ايه اللي بعدها. اللي بعدها بيزك موديفاير. بيزك موديفاير دي، بص لو جيت دوست هنا هلاقيها عملها لي، ولكن ما حطليش فيها ما حطليش فيها الجيومتري. يعني اصبحوا شايف انت لو جيت مسكت دي كده حركتها، الاتنين بيتحركوا ايه مع بعض. دي تنفعني لما اجي مثلا عملت ميرور وشغال في جنب والجنب التاني بيطبق عليه نفس الحاجه. تمام تمام. ايه تاني؟ الت اكس ونخش على اللي بعد، ادوس على الدي بقى. يعني خلينا على الدي، احنا شفنا نيو موديفاير
شفنا موديفاير ابلاي، شفنا البيزر. البيزر ديت هو هيعمل ايه؟ بص هتلاقيه خفاها، يعني هنا كده لما نيجي نخش دي تقريبا احنا اخترناها تمام. نرجع تاني شغل الكيرف ماشي، هندوس Alt، نحدد الاوبجكت بتاعنا Alt X، هننزل بس هو ليه ما خفاش؟ تمام اهي شغال. ما انا بقول برضه في ايه، هو ليه ما خفاش في المره الاولانيه؟ عشان احنا كنا حاطين ميرور على ميرور تمام. تعالى كده نقولها تاني Alt X واخش على ايه؟ بيزكت اللي قبليها اللي هي ايه؟ بيعملها لك من غير جيومتري. طب وديت هتلاقيه خفاها اصلا، يعني هو بيخفي النص اللي هناك. انت شغال في حته عايز تخفي الجزء ده، بدل ما تخش على ايديت مود تقعد بقى تحدد الجيومتري دي تمسحها وكده، لا في ثانيه هو ايه؟ هيخفيها لك. ودي برضو بتنفعنا في انعكاسات كتير قوي. اللي بعدها يعني دي بقى دي اكتر حاجه انت بتستخدمها بقى، اللي هو هيعمل لك ميرور بالجيومتري بتاعته. بص يعني انا كده اهو، هنا كده في جيومتري واحده، حدد كده الاوبجكت ارجع، شايف انت في جيومتري هي واحده. لو عملت سيمتراي هنا كده ايه؟ سيمتراي الناحيه التانية وجيت دخلت هلاقي الجيومتري ايه؟ موجوده. بتنفعني في ايه؟ مثلا جيت انا هنا حددت دولت، عملت لهم سب ديفايد، بقى في نقطه تالتة اهي تمام. Alt X رحت مودي هناك، هلاقي النقطه التانية ظهرت هناك. جمعت كده معايا بتنفعني في ايه؟ السيمتراي هو بينقل لك الجيومتري من حته لحته في يعني بينقل الاتنين بالجيومتري بتاعتهم. يعني دلوقتي عملت ايه؟ عملت كتر هنا، والكتر ده عملت له ابلاي فهو مش موجود هنا، طن قلبت الجيومتري بتاعته هناك. بتنفعني جدا سيمتراي دي على فكره. ازاي؟ لما تبقى شغال على اوبجكت مثلا مقسوم نصين، وانت شغال في النص ده عمال تعمل ايديت، بتزود تفاصيل في الجزء ده، وعايز تنقل التفاصيل دي من هنا لهنا، بتنقلها ايه؟ سيمتراي على طول. بيخلي لك الاتنين واحد عامه. نطلع الكيرف عشان نبقى بس شايفين الحاجات دي. طب قول لي انت ليه الكتر ده ما اتنقلش في السيمتراي؟ لانه مش معمول له ابلاي وما فيهوش جيومتري. جمعت معايا؟ يعني انت كده جيت دخلت، هو اصلا في الايديت مود هو مش شايفه، يعني هو موجود بس في الايديت مود هو ايه؟ مش شايفه. هو بينقل الجيومتري الحقيقه بس، ما بينقلكش الكتر. هتنفعنا جدا وهتشوفها لما نيجي نعمل مشاريع. بس انا عايزك تكون فاهم عارف الحاجات دي اصلا اتعملت ازاي تمام. ايه تاني احنا قلنا ايه؟ هنخش على دي. قلنا الاول نيو موديفاير وموديفاير اتنين زي بعض. موديفاير ابلاي هيعمل لي موديفاير، وهو يعني مش لما اجي ادوس كنترول تلد مش هتظهر لي ابلاي، بيعمل ابلاي للميرور في ساعتها. وهنا هيعمل لي ميرور من غير ما يحط لي فيها جيومتري، فاقدر اعمل ديتيل في حته والتانية هتتبعها بالتتابع يعني. هنا هيخفي لي النص التاني، هنا سيمتراي، هنا فليب. كنت بستغرب اول لما الاقي فيديوهات على اليوتيوب واحد بيقول لك ايه، لو انت عايز تعكس اللي هنا اعمل كذا وروح اعمل كذا. طب ما هو ايه؟ ما هي اختفت من هنا ظهرت هنا فيها ايه يا جدعان؟ فسهله يعني. الفليب هتنفعك كتير جدا برضو. خلاص انت اهو، انت ايدك بعد كده تبقى واخده على طول الت اكس تظهر لك القائمه دي. فليب نقلت الناحيه التانيه، سيمتراي نقلت الجيومتري، عملت موديف يعني عملت ميرور بالابلاي بتاعتها. مع الوقت هتيجي معاك مع الوقت. ايه تاني؟ الت اكس ونكمل بقى القوائم. احنا قلنا هنا فليب، لو انت جيت دوست الت اكس وما لقيتش هنا القائمه موجوده اللي فيها ان انت عايز تعمل ميرور على حسب ايه، دوس على تاب هتلاقيها ظهرت لك تمام. هنا هي حاجات ايه، هو هنا يعني بيجيب لك الوضع السيمبل، ولكن لو انت عايز تغير حاجات تانية بتدوس على ايه؟ على تاب. هنا بقى نتعرف على دول واحدة واحدة. هنا بيقول لك ميرور على حسب اللوكيشن والجلوبال. اللوكيشن والجلوبال تحس ان الاتنين واحد، مفيش فرق بينهم كبير قوي، ولكن فيو دي تهمنا جدا بقى. انت متخيل ان انت تقدر تعمل ميرور من خلال الفيو بس؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي اهو انا باصص من الجنب ده، شايف شايف الاكس دوت. بص لما اجي احول هي بتتحرك معايا، يعني هو دلوقتي مش معتمد محاور، هو معتمدك انت. لو جيت عملت كده هنا شايف عمل لي ميرور ايه؟ شايف الاوبجكت بتاعنا مش كان كيوب دلوقتي؟ هو عمل لك ميرور على حسب الفيو، على حسب انت باصص ازاي يعني. ودي بقى تتحكم فيها ازاي؟ واحد هيخليك تبص قدام، تلاتة من الارقام اللي في الكيبورد. واحد هيخليك تبص قدام، تلاتة هيخليك تبص كده، سبعة هيخليك تبص من فوق. فاهمني؟ بتظبط الفيو وبتعمل ميرور على حسب الفيو اللي انت شايفه تمام. شايف كعبرت الاوبجكت بتاعي وعملت شكل، يعني ممكن تعمل بدوت شكل
او اشكال ما تقدرش تعملها بالطريقه العاديه. يعني بص، هو لزقني الجنب اليمين بقى قريب من الجنب الشمال ومش عارف ايه. انا شغال معاك بشكل عشوائي على فكره، يعني حتى مش بجرب. نرجع كده للشكل العادي بتاعنا، Alt X. فانت كده جمعت الفيو ولوكال وجلوبال هما الاتنين زي بعض. كيرسل، ودي مهمة جدا، اللي هي ايه 3D كيرسل العادية. يعني انت هي تقريبا، بس عشان احنا دلوقتي شغالين بشكل مستقيم فانت مش هتبان معاك قوي. تعالى كده نحرك مكانه. هو كده هي حركته والكيرسل اهي. عملت ميرور، اختار بس ان احنا عايزينها على حسب 3D كيرسل. كيرسل اكتف كيرسل، تمام اهو. اتنقل معايا لايه، الناحية التانية. تمام. و 3D كيرسل على فكرة دي بنعتمد عليها بشكل أساسي وأنت بتبني أي شكل عايزه يطلع معاك مظبوط، بتعتمد على 3D كيرسل جدا. Alt X. كده احنا اتعرفنا على دولت كلهم وازاي تتحرك عن طريق المحاور. وهنا في عندك ايه اكتيف اوريجن، يعني الاوريجن اللي معمول لها اكتيف. ودي بقى ازاي، يعني هنا كده الكيوب ده الاوريجن بتاعته فين، في النص بالظبط. طب افرض انا جيت هنا قلت شيفت اس وقلت له عايز احط الاوريجن تو سيلكت، يعني اختار لي حط لي الاوريجن ديت مكان ما انا محددها. تو فيرتكس، بص حط لي الكرسر هنا. في الميرور دي هتفرق معايا. نرجع تاني Alt X وندوس تاب عشان نظهر الكلام ده. هنحددها كيرسل. تمام، شايف مكانها ايه اختلف. هنا كيرسل وهنا كيرسل، فهو يعمل لي ميرور على حسب الايه كيرسل بالظبط. جمعت معايا، نقل من هنا لهنا، حتى الكتر اتنقل اتنقل معاك. واقدر بقى احط الكيرسل دي مكان ما انا مكان ما انا عايز. تمام. نرجع تاني. Alt X، ندوس على تاب عشان نرجع دي تاني. نرجعها تاني اكتيف بوينت ونرجع دي لوكال. وزي ما قلت لك، لو انت بوظت اي حاجه هنا، لو دوست على الاكس هيرجع لك كل حاجه تاني في الديفولت. تمام. الحاجات دي برضو دي بتنفعني في التكست. مثلا لو انا حطيت صوره، حطيت مثلا كلام هنا وجيت نقلته الناحيه التانية، فالكلام بيبقى مقلوب. هو بيقول لك تكست فليب، يعني هتعكس الكلمه هتبقى ظاهره بالظبط. لكن لو عملت للكلمه ميرور مش تبقى ظاهره معاك بالظبط. تمام. سيمتري اونلي دي انا عمري ما استخدمتها. تمام. انا كده غطيت لك الثلاث حاجات الاساسيه. ببدل ما بينهم ازاي؟ ببدل ما بينهم بالاكس. دي كده الاكس قصدي هترجعني تاني. الدبليو هيغير لي على حسب انا عايز اغير على حسب ايه. والاس هيغير لي هنا. والدي هيجيب لي القايمه ديت عشان اختار منها براحتي. وعلى فكره الدي فيها في اصلا الثلاثه دولت، يعني الثلاثه دولت لو جيت دوست على دي هتلاقيهم متجمعين مع بعض. تمام. واخر حاجه عايز اتكلم معاك فيها، عارف انت اللي هو اللوب كات. لو احنا دلوقتي كده دخلنا على الموضع الموديلنج، دوست كنترول ار، هتلاقي اللوب كات ظهرت هنا. تزود او تنقص وتحدد المكان اللي انت اللي انت عايزه. في هارد دوبس بقى في حاجه تانية. احنا في شغلنا بنكون عاملين كاترز كتير، فالجيومتري الزياده دي ممكن تبوظ معاك الدنيا، ممكن تخلي الدنيا معاك مش احسن حاجه. دلوقتي كده دخلت على على الموديلنج، عملت هنا بيفل بسيط واعمل فيه كات كمان عشان الموضوع يبقى واضح لك اكتر. عملت في اكس، تمام، نزله كده تحت شويه. تمام زي الفل. ده كفيل ان هو يوضح لك الفكره. لو جيت دخلت وانا دايس عليه كده، دوست كيو ودوست على الميش تول واخترت دايس، هلاقي ظهر لي الشكل دوت. لو دوست على البي هلاقيه حدد لي محور واحد. يعني البي بتحدد معاه محور واحد او مش محور واحد. ولكن خلينا كده في دوت. ده كده اكنه اكنه سب ديفايد، ولكن انت بتتحكم فيه. والجيومتري ديت لو انا جيت كده سبت، يعني مثلا هنا كده لو انا سبت هلاقيها اتطبقت عليه من جوه. طب لو انا مش عايزها تطبق، هي كده مفيش حاجه. واقدر اعمل كمان، يعني خلينا بس اقول لك لو انا مش عايز اطبقها هعمل ايه. من بره كده هدوس كيو، مش تول، اختار دايس مثلا دول، وانا دايس على شيفت هروح سايب. هلاقي الشكل ده ظهر معايا. اصبح ان انا عندي جيومتري وهميه، والاوبجكت بتاعي ما فيهوش فيهوش اي حاجه، مش متطبق عليه حاجه. هتنفعني في ايه؟ هقول لك تنفعني في ايه. نمسحهم كده.
مثلا ايه تاني اقول لك الاول. دلوقتي لو انا جيت عايز الف الشكل ده 360 درجه حوالين نفسه، دوست كيو، تويست 360، هلاقيه لف حوالين ايه، حوالين نفسه. تمام، ومن تحت اهو مظبوط معايا بالظبط. لو جيت دخلت عليه مود هلاقيه موجود. طب افرض انا عايز العب يعني عايز اعمل فيه موديلنج وهو كده، تمام، عشان يظهر في الاخر الشكل هو ايه، وهو ملفوف. فالجيومتري الوهميه دي هتنفعني، لان الجيومتري الاساسيه هتكون مش هتطلع الشكل في الاخر مظبوط من حيث التوبولوجي يعني. مش عايز اتقل عليك النهارده، لان انت النهارده فهمت الميرور، فهمت حاجات تانية، وعايزك تقعد تجرب برضو كده مع نفسك. ولو انت وصلت لحد هنا في الحلقه، عايزك تكتب لي في الكومنتات دايس، هعرف ان انت او اكتب لي لوب كات مثلا. يعني ممكن تكتب في الكومنت، لو احنا جاي دوسنا هنا كده كنترول ار واحنا في الموديلنج، لو جيت دوست كنترول ار هتلاقي مثلا هنا زودت اهو، شايف انت كده مكتوب ايه، لوب كات. اكتب له في الكومنتات لوب كات، هعرف ان انت وصلت معانا لحد هنا تتعلم معانا هارد سيرفيس موديلنج. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الشرح ما تنساش تعمل لايك وتشير القناة على قد ما تقدر، عشان خاطر لما نيجي نعمل مشاريع تكون انت فاهم والناس اللي بتشتغل معاك فاهمين التولز بمنتهى البساطة.